بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هناكل كابوريا، اكلة سمك صغنطوطة كده وجميلة. الكابوريا انا بديها صدمة، ما بحطش طبعا ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص. انا بحطها في الحلة لحد ما تنشف ميتها خالص، وبحط معاها جزر وبصل وليمون وتوم طبعا وفلفل الوان. بعد ما بتاخد صدمة وتبقى خلاص خلاص ما فيهاش اي حاجة خالص، بحط ندعة ميه صغيرة سخنة من الكتل زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا انا بغسل الجرجير كويس بعد ما بنقعه في خل، بعد كده بغسله كويس وبعصر عليه ليمون، يبقى جرجير بالليمون احلى حاجة. طبعا الجرجير من ضمن الحبشتكنات اللي بتبقى مع الكابوريا، الحاجات الزيادات، انما الاساسي الكابوريا. كل عام وانتم بخير يا حبايبي، رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبلغنا رمضان جميعا يا رب يا رب. وده السمك انا بجهزه وغسله كويس وعصرت عليه ليمون، ده سمك مرجان. وده رز بسمتي، عشان كده تحس ان هو لونه غامق شويه، ده رز بسمتي من اللون الغامق. انا بحب اعمل دايما جنب السمك رز بسمتي ابيض. خلاص. سمك المرجان انا ما كانش ليا فيه قوي يعني، بس جربته بصراحه لقيته جميل. مش عارفه، هو الجرجير شاغلني شويه معلش، بس انا بحب انضفه قوي يعني. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. خلاص. ده في بيت ماما حبيبتي الله يرحمها، دايما بحب اعمل الاكل في بيت ماما وحلالها وبوتجازها. دولها بالرحمه بالله عليكم. رز البسمتي عادي انا بحطه على النار، وبحط ملح ونقطتين خل صغيرين والزيت، وبقلبه كويس. بيطلع الخل طبعا بيخليه ابيض قوي وجميل وبيفتح النفس. انا دايما متعوده باكله الرز الابيض ده عشان انا كنت عايشه في السعوديه، فالرز البسمتي احلى حاجه انا بحبه يعني. طبعا رزنا المصري جميل لا يعلى عليه بس انا بحب الرز البسمتي. دايما اللي عايش في الخليج او في السعوديه بيبقى متعود عليه. احنا بنجهز عشان نقلي السمك. انا بحط الدقيق وببهره، بحط عليه توم باودر والبهارات العادية، كمون، بابريكا، كزبرة، ملح. بخلي الدقيق مبهر عشان يدي للسمك طعم، نكون بناكله نبقى حابين القشر بتاعه اللي من بره يعني. اهو ابتديت بقلي السمك. والله المرجان ده جميل قوي. بحب نوع تاني احلى كمان من المرجان اسمه بربوني، جميل قوي قوي. والبولتي طبعا اساسيات البيت. احنا الكابوريا على النار، وانا بحمر بطاطس في الاير فراير، وحطيت السمك كمان. قلت اجربه في الاير فراير، فعلا جميل والله. حطيته تقريبا بيبقى 10 دقايق بس، حلو جدا وطعمه جميل. بس اهم حاجة نكون مش مزودين الدرجة عشان يطلع طري مش ناشف. وادي الكابوريا بقت جميلة، وادي الرز البسمتي الابيض حلو قوي ومظبط. وادي اكلتنا. الجرجير طبعا انا شغلتكم بغسيله معلش. ودي الشوربة، شوربة انا اخدتها من الكابوريا جميلة قوي، والسمك والكابوريا والرز. ويا رب تجربوا الاكلة وتعجبكم، يبقى بألف هنا وشفا يا رب علينا وعليكم وعلى كل اللي يجربها. السلام عليكم.